صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلام. خلاص يا حبايب قلبي، هل شهر رمضان شهر الكريم، شهر الخير، شهر القرآن، وكل سنة وانتم طيبين. احنا هنبدأ بقى يا حبايب قلبي. احنا عملنا معاكم الفول المدمس. هنعمل مع حضراتكم كده زي ما انتم شايفين الطعمية بس بالفول الاخضر. بجد يا ام حنين بالفول الاخضر بجد جميل جدا وتحفة، حاجة كده فاخر من الاخر. وكل سنة وانتم طيبين. هنعمله بتكات وحركات، حاجة كده عسل. هنتحدى بيها المطاعم وهتبقى احلى كمان. بجد جميلة جدا. امشوا معايا على الخطوات ونسمي كده بالرحمن ونخش على الطريقة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 2 كيلو من الفول الاخضر زي ما انتوا شايفين كده، مفرطاه وغسلاه ونقعاه. مش هننقعه، غسيل يا حبيب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده. معانا الخضار، معانا كرات، معانا نص حزمه من الكزبره، والكزبره بتديله طعم جميل جدا. معايا قرن شطه، والشطه حسب الرغبه حبيب قلبي، مستغنين عنها مش مشكله. معايا راس توم مقشراها. معايا بصلايه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم كده غسله الفول، مش نقعاه يا حبايب قلبي. ده فول اخضر بيبقى طري وجميل جدا، مش محتاج ايه نقع زي الفول اللي هو المدشوش اللي هو بتاع الطعميه، مش محتاج نقع. ده هنحط كده بقى، هنضربه في الخلاط. اللي مش عنده كبه يضربه في الخلاط، وهتنفع وهتبقى احلى مليون مره من اللي انت بتجيبيها من بره. وحاجه كده مضمونه وجميله جدا وعاملاها في بيتك. يلا نسمي بالرحمن كده. هنحط على قد الخلاط يا حبايب قلبي، هنحط من بصل. هنشكل بقى قدامنا بقى من الخضار ده. هنحط بصل والثوم والكرات. هنقطع شوية برضو، ونقطع من البتاع لغاية ما نخلص الكمية كلها. وما تنسوش الملح يا حبايب قلبي، نظبط الملح بتاعنا. والملح تبع حسب الرغبة طبعا زي ما انتوا شايفين. هنقطعه ونضربه بقى واحدة واحدة، منكترش المية يا حبايب قلبي عشان خاطر العجينة بتاعتنا ما تبقاش مية. لو مش محتاجة مية ما تحطوش مية خالص. هنضرب على واحدة واحدة على الخلاط، مش نوفر حاجة ونبوظ حاجة تانية يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين هنضرب واحدة واحدة لغاية ما نعمل العجينة، وقوام العجينة تبقى معانا مناسبة، عشان خاطر اما نيجي نقليها يا حبايب قلبي ما تفكش معانا. بجد كانت بجد تحفة. والطعم بقى وإلا الريحة بتبقى لها حاجة تانية. طبعا احنا مش هنحط توابل، لا مش هنحط توابل. هنحط بقى التوابل بتاعتها وانتي بتيجي تقلي الطعمية. هوريكم برضو واحنا ماشيين. ما تحطوش التوابل وانتوا حاطينها على العجينه اللي انتوا هتحطوها في الفريزر حبايب قلبي، لا بتبوظ الايه العجينه. هنحط شويه ميه صغيرين، بعرفكم احط شويه ميه صغيرين عشان نمشي بس الخلاط. بصوا كده جمال العجينه وحلاوتها، الله اكبر، وايه اللي خضرها جميل جدا. خلصت كده الكميه كلها. بصوا كده الجمال. ما نقعدش نقلي فيها عشان خاطر الهواء بتاعها ما يروحش منها وتهبط مننا العجينه. زي ما انتوا شايفين كده. انا خدت حته من العجينه حسب ما انا هقلي على قد الافراد الاسره اللي عندي، وحطيته رشيت عليها توابل مشكله اللي هي كزبره والكمون والشطه. طاسه على النار حباب قلبي، وفيها بقى زيت غزير كده سخن كده. هو ننزل بالطعميه. الطعميه بقى انا هحط عليها سمسم، حابين تخلوها ساده، حابين تحشوها حباب قلبي طماطم مع فلفل وشطة، بتبقى طعمها جميل جدا. بصوا كده الجمال والحلاوة، الله اكبر، جميلة جدا. خلصت بقى الكمية كلها وحط بقى كده منها في الفريزر. وكل سنة وانتم طيبين. بجد حاجة كده جميلة جدا. بصوا كده الجمال، بوريكم الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. تهدوا النار حبايب قلبي عشان خاطر حابين تخلوها فاتحة عن كده شوية بتخلوها، بتبقى لها طعم بجد البيتي، طعم وريحة، حاجة كده جمال. وكل سنة وانتم طيبين. لايك وشير يا حبايب قلبي، وتشجيع من اختكم. كل سنة وانتم طيبين، وكل حبايبي ومتابعيني بخير وبصحة وبسلامة. بوريكم كده جمال الطعمية بسمسم، بجد تحفة. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.